ويل من يحمل الغل على صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هم خالفوا. مزبق إلا ثلاثة أو ركز على أو. الله يعينك يا أبو ذر، لا قالوا مؤمن ومؤمن ولا مرتد ومرتد، عاد مشكين فيك. محنا الذين بايعوا النبي تحت شجرة الرضوان كان عددهم 1 4 0 0، يعني كم؟ 1400. هيا اسمعوا الباري ما قال في 1400، ما قلت شنع، الكلام مش من عندي ولا من جيبي، من سورة الفتح. قال تعالى عنهم في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. كم؟ 1400. لقد رضي الله. واحنا نرضى ولا ندك روسنا عرض الجد، ولا عن أبتنا لا رضينا؟ أهم شيء إن الباري ماله راضي طز في الخلق كلهم. لقد رضي الله، اسمع ما قاش عن المجاملين، عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، لكن كانت قلوبهم مدواحمة. من قال لك؟ معقول ان الباري ينزل سكينة على قلوب مدواحمة؟ ابدا. فعلم ما في قلوبهم. كمل: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له. هم خالفوا، جروا على علي، امروا على تحت السقيفة. أعوذ بالله. والله إن أتقى الناس على وجه الأرض بعد محمد صلى الله عليه وآله وسلم هم المهاجرين والأنصار. زيت بها يا قبيلي. أتقى الناس على وجه الأرض بعد النبي المهاجر والأنصار 20 كرة. أتقى الناس ألزمهم الله التقوى. الكلام مش من جيبي، من أواخر سورة الفتح. قال تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم. كمل: كلمة التقوى وكانوا. كمل: أحق بها وأهلها. الله أكبر ولله الحمد. الآية طعيمة ما تقول سكر، والله لي ضعيفة، لكن الخبر ما بيعجبهمش. عندنا في البلاد بيجوا يتوا لهم محاضرات للقبائل، ويقولوا لهم ما بيستعيد احفظوا القرآن كله، يكفي تقرأوا لها سورة تبت علي صلوا بهم سورة تبت بس، وبتطلع مطلع. احنا ما عذر ما نطلع. نبسر الباري ما بيقول في الآيات الكبار وفي السور الكبار، ما بيقول في الصحابة رضي الله عنهم. الله الله. تشتوا تجاهدوا بذيها وجاهدهم به جهادا كبيرا. تريدوا أن تصححوا العقائد بالقرآن الكريم، صحوا العقائد. ما يديش والله ما يدي. ولذلك النبي كان يصح العقائد بداية القرآن. كان يجي عند النبي عند أهل مكة لا عند المشركين، أول ما يوصل يقرأ القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ القرآن، والمشركين تزغ عقولهم ما يعجبهمش، ما يفعلوا يقوموا يصيحوا من أجل الناس ما يستفيدوش. هذه مهرتهم زمن ولا داهينه. قال تعالى عن مهرتهم في سورة فصلت: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه صيحوا لعلكم تغلبون. الله الله يا إخوة الكرام. ما تبقي إلا 3 أو أيوه. احفظوا لها سورة تبت. كمبروا هنيك. لا عندنا من هم أتقى الناس على وجه الأرض، من ألزمهم الله جل وعلا بكلمة التوحيد هم الصحابة. الآية مرة أخرى:
فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أنتم دارين ما تكملة الآية؟ وكان الله بكل شيء عليما. كأن الله بيقول أنا داري وأعلم واخبر بمن هو متقي لله ومن هو الذي مش متقي لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. مغربوا نجروها على علي، تآمروا على تحت السقيفة اشتري. كلنا نشهد ان محمد رسول الله. هيا اسمعوا لي بعدها، ضروري ما نؤمن بل بعدها وكل. اسمعوا الآية في آخر سورة الفتح، كيف كانوا الصحابة رضي الله عنهم. محمد رسول الله والذين معه. من هم؟ رفسنجاني أو لا خامنئي أو لا شيرازي إلا الكوراني إلا الجنبلرجي، ما شيء بالشمع ولا الملفلفي أبدا والله. اللي كان مع النبي هم المهاجرين والأنصار. اسمعوا ما قال الباري عنهم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كذاب أبوها اللي بيقول إنهم متخاصمين. القرآن بيقول رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. من العين هذا أصحاب موسى وأصحاب عيسى عليهما سلام الله. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له.